طلبنا في الشيوخ، طلبنا منهم الحوار، طلبنا منهم الحوار، طلبنا منهم الحوار، طلبنا منهم الحوار. جابوا الجيش والحصار، جابوا الجيش والحصار. قالوا في مسايرة ملف العطالة في هذا الإقليم لا يعني المعطلين الصحراويين. هذا الإقليم من جانب الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى الجهوية الموسعة، هذا الإقليم غني بخيراته، هذا الإقليم غني بطاقاته، هذا الإقليم غني بتقنيه وبتأهيليه العمال وبمجازيه وبأطره العليا. فشل الإدارة المركزية لا يعني المعطلين الصحراويين. المعطل الصحراوي الذي ينتمي لهذا الإقليم يرعى ويرى في خيراته السمكية والفوسفاطية، وهي تغادر الإقليم إلى جهات أوروبية وأمريكية وآسيوية ولا يستفيد منها شيئا. عائداتها تذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الريع، مقاطع الرمال التي تذهب عائداتها إلى رؤوس الأموال والفاسدين في المركزية وفي هذه الجهة. نقول دائما على أن خيراتنا لم نرها وهي كفيلة بتشغيلنا. لا نتحدث فقط عن مدينة العيون، بل نتحدث في إطار الاتحاد وفي إطار الوحدة عن خيرات طنطان السمكية، وعن خيرات بوجدور السمكية، وخيرات الداخلة السمكية، وخيرات السمارة الحديدية، وخيرات العيون الفوسفاطية. ونقول على أن الوحدة، نحن كصحراويين جميعا ننتمي أيضا لخيراتنا الفلاحية في مدينة قليميم. نقول على أننا سنستمر في مطالبة بخيراتنا من قليميم إلى القرقرات. هذه المنطقة الغنية التي حباها الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات، فهي نعتقد نحن كمعطلين في اتحاد المعطلين الصحراويين على أنها كفيلة بتشغيل جميع حملة الشواهد من الإطار إلى التأهيل. ستبقى كذلك، وسنناضل نحن كحملة شواهد من أجل الاستفادة من هذه الخيرات بالقانون المحلي وبالقانون الدولي. ونقول لهم لهذه المخازن قوات الجيش، ونقول للعنصر بأن محاولته تفريق الجسم المعطل الصحراوي الواحد ستبوء إلى الفشل، ستبوء بالفشل، لأن اتحادنا لن يقتصر فقط على الحاضرين في اتحاد معطلين الصحراويين، بل أنه أيضا سيشمل مجموعة من المعطلين وربما من المهمشين أبناء الصحراء. ونقول بأننا أيضا سنعمل في المراحل القادمة على إيقاف استنزاف الثروات التي تحدثنا عنها